يا صباح الفل او مساء الفل على الوقت اللي هتشوفي فيه الفيديو بتاعي. لو انت جديده معايا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه، ولو انت موجوده ما تنسيش تكتبي لي تعليق حلو عشان تعليقاتكم بتحفزني جدا. يلا بقى بعيد عن شغل البيت والوصفات، قلت اخدكم معايا جوله حلوه كده، نخرج خروجه حلوه. وقلت اصورها لكم عشان انا مش من دايما بصور فيديوهات بره، ففي اليوم ده قلت نصور الفيديو مع بعض كده، نعيش يوم حلو وجوله حلوه مع بعضين. في اليوم ده احنا كنا معزومين على الغدا. كانت اخت جوزي عزمانه. فقررنا ان احنا كل العيله يعني اللي هي عزماها ان احنا هنروح في بازوكا. طبعا كلنا عارفين ان بازوكا اللي هي فراخ مقرمشه زي كنتاكي، فقررنا ان احنا هنروح بازوكا اللي هو في الشيخ زايد. طبعا كلنا عارفين ان الشيخ زايد حلوه جدا، والمحلات اللي فيها كويسه، وطبعا الاماكن اللي فيها حلوه جدا. فاحنا الفرع ده احنا رحنا كتير، مش اول مره نروحه، لا بالعكس احنا رحنا كتير. يعني كويس واكله حلو وكده، وكمان عدلوا من نفسهم وطوروا من نفسهم جدا. الفراخ كانت حلوه جدا وطعمها حلو. فاحنا دلوقتي في طريقنا لفرع بازوكا بتاع الشيخ زايد. كانت خروجه حلوه، وخصوصا اللي هي كانت في لمه العيله. طبعا العمه الحنينه رزق يا جماعه، وهي فعلا جبرت بخاطرنا كلنا ان هي خدتنا لمة العيلة كلها، عملت لنا غدوة بره، وكمان خدتنا كافيه، يعني هنعيش كل الأجواء مع بعضينا في الفيديو ده. فقلت بقى اما اصور بقى وانا بره، عشان مش دايما يعني بتحصل، خروجاتنا مش كتير وخروجاتنا قليلة، او انا من النوع اللي ما بعرفش امسك موبايل واصور وانا بره البيت، يعني بصور في البيت. طبعا احنا كده في الوقت ده داخلين خلاص على المكان اللي فيه بازوكا. المكان ده يا جماعة طول ما انتوا ماشيين كده بقى في محلات، في كنتاكي، وفي محلات حلويات، في معرض عربيات زي ما انتوا شايفين. المكان فعلا فخم جدا وشيك جدا، وكل طبعا محل بقى عامل لنفسه واجهة زي ما انتوا شايفين بره. لا المكان حلو جدا، وكي اف سي اللي هو كنتاكي اهو. بس احنا طبعا كنا قررنا ان احنا نروح بازوكا. وتقريبا هناك برضه في نفس المحلات دي في ماكدونالدز. احنا كده خلاص في طريقنا للمحل. المحل بتاع بازوكا طبعا كلنا عارفين اللي هو بتاع فرع الشيخ زايد. في محل، في قاعدة في الشارع اهو زي ما انتم شايفين، في ترابيزات وكراسي وكده، ممكن تحبي لو انت حابة تقعدي في الشارع. وفي دور ارضي جنب المطبخ، وفي دور تاني. المحل شيك جدا ومساحته حلوة، وعلى مكان كبير. لو انتوا حابين بقى تقعدوا برا ماشي، حابين تقعدوا جوه ماشي، حابين تقعدوا في الدور التاني ماشي. في الوقت ده الاكل نزل، هي طبعا طلبت لنا وجبتين عائلي. وجبة سبايسي ووجبة عادية، وبينزل مع كل وجبة لتر بيبسي وعيش وبطاطس. وطبعا الكول سلو، وانتوا بتطلبي طبعا الجبنة اللي هي الشيدر السايحة. وكنا طلبنا كمان ريزو، بس الريزو اتأخر شوية. احنا كده خلاص في الوقت ده طبعا الاكل نزل وكلنا، وفعلا كان حلو جدا. وانا عن نفسي ما بعرفش اكل الفراخ المقرمشه دي غير وهي حراقه او فيها شطه يعني. فعلا بتفرق جدا في طعمها، وبيبقى طعمها حلو جدا. وفي اليوم ده، او ممكن عشان لمة العيله وكنا كلنا مع بعض، فالفراخ كان طعمها حلو جدا، او كانت مستوية كويسة. لا فعلا في اليوم ده كان المحل او المطعم بتاع بازوكا مبدع في الفراخ، كانت الفراخ طعمها حلو جدا. احنا كده كنا الحمد لله. وخدنا طبعا كام صورة، ما ينفعش ان احنا نروح بقى من بازوكا وما ينفعش ناخد كام صورة، كل واحد بقى خد الكام صورة بتوعه. ودلوقتي احنا خلاص اتحركنا من بازوكا. هنتحرك بقى من الشيخ زايد، هنروح الهضبة، او هنروح حدائق الاهرام. يعني هي اسمها هضبة الهرم او حدائق الاهرام. هناك كافيه حلو جدا يا بنات، واسعاره حلوة جدا. الكافيه ده له فروع في اماكن كتير. بس احنا رحنا الفرع اللي هو في الحدايق. احنا كده دلوقتي دخلنا الحدايق، البوابة التانية في حدائق الاهرام او في هضبة الهرم. احنا دلوقتي كده في الحدايق. الكافيه اسمه سفاري 2000. فعلا حاجته حلوة جدا. وطبعا هو مكان يعني فيه قاعدة في مكان مفتوح، ممكن تقعدي تختاري المكان مفتوح، وقصاده على طول الناحية التانية مكان مقفول، يعني انت تقعدي بقى في تكييفات وعلى كنب وكده. بس احنا طبعا اخترنا ان احنا نقعد في المكان المفتوح، هوريهولكوا دلوقتي. اسعاره حلوة جدا. كمان في مكان كده للاطفال، لو انت معاكي اطفال وحابة ان هي تلعب حواليكي وكده مش بتبقي قلقانة. في كمان جراج لركنة العربية، لو انتوا معاكوا عربية ولا حاجة مش هتبقي قلقانة على العربية في الشارع. لا بياخد منك مفاتيح العربية وبيركنها في الجراج.
ففعلا كان حلو جدا. والخدمه هناك كويسه، وزي ما انا قلتلكوا الاسعار كويسه. واللي انا عرفته بعد كده ان هو في اكل، يعني في اكل لو انت رايحه الصبح وعايزه تفطري ممكن يعملك فطار، في غدا. اللي انا عرفته يعني، بس انا بصراحه كان اول مره اروحه. فاحنا طلبنا اللي عايز يشرب حاجه يعني طلبها. وطبعا كنا لسه متغدين او واكلين في بازوكا. فاحنا رحنا قلنا نشوف بقى مكان حلو كده مفتوح نقعد فيه. المكان حلو جدا زي ما انا قلتلكوا، اسمه سفاري 2000. له فروع كتير، له فرع في مول مصر، وله فرع في فيصل، وله فرع في الهرم، وله فرع كمان في اماكن تانية كتير. بس ده ما انا قلتلكوا ده الفرع اللي كان في حدايق الاهرام. حلو جدا، او في هضبة الهرم. حلو جدا يا بنات. زي ما انتوا شايفين المكان المفتوح حلو جدا. نفس المكان ده قصاده الناحية التانية بقى الكافيه المقفول، اللي هو فيه بقى التكييفات والكنب والحاجات دي. دي كانت جولتنا بقى، احنا كده خلاص راجعين من الحدايق. طول ما انت راجعة بقى الاماكن دي كلها كافيهات، كافيهات مفتوحة زي المكان اللي احنا كنا فيه. بس اللي هي سفاري 2000 دي كانت حلوة جدا. مشاربها كويسة، الأسعار فيها كويسة. لو انت حابة تقعدي قاعدة حلوة انت وجوزك وولادك، وتبقي كده يعني ولادك حواليكي ما تكونيش قلقانة عليهم، فهي فعلا حلوة جدا يعني. روحوا شوفوها. فكانت جولتنا النهاردة بازوكا في الشيخ زايد. وبعد بازوكا بعد ما اتغدينا نزلنا بقى لهضبة الهرم، رحنا الكافيه بتاع سفاري 2000. دي كانت جولتي النهاردة كده، حبيت اخرجكم عن جو البيت. اتمنى ان هي تعجبكم. والراعي الرسمي طبعا للخروجه اللي هي اخت جوزي. يا رب يخليها لنا وما تحرمش منها ابدا. كانت حاجه كويسه منها يعني، ان هي فكرت ان هي تخرجنا كلنا مع بعض، وان هي تعمل جو حلو كده. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك للفيديو. مع السلامه.